ما يجيكمش هادشي غريب، لانه هذا غير واحد تيحاول باش يجيب مشاهدات للقناه ديالو. كيف ما قريتي في العنوان جبت لكم قائمه ديال 3 ديال اليوتيوبرز اللي تيغامروا بحياتهم باش يجلبوا المشاهدات. اليوتيوبر الاول هاد خونا عنده واحد المحتوى اللي من اغرب المحتويات اللي شفت حياتي كامله، ما كاينش شي واحد بحاله في يوتيوب. لوكسوري دارك، وركزوا معايا على الدارك مزيان، عنده اكثر من 3 مليون ديال المشتركين في القناه ديالو، تقدموا فيها محتوى خطير بزاف، واللي هو تيشريو منتوجات من الدارك ويب. واللي ما عرفتش شنو هو الدارك ويب، هو باختصار واحد بلاصه في الانترنت اللي ما يمكنش توصل لها بسهوله، تقدر تلقى تما شي حوايج اللي كيتباعوا خطيره بزاف، بحال انك تشري سلاح، تقدر تشري اعضاء بشريه، تقدر تشري اي حاجه، تقدر تشري بنادم كاع، ما كاينش مشكل. يعني هاد البلاصه محظوره من جميع الدول. هاد خوتنا المحتوى ديالهم واشنو هو انه تيمشيو يشريو من الدارك ويب وتيديروا ريفيوز على دوك المنتوجات اللي جابوا. ففحال واحد الفيديو اللي من الفيديوهات ديالهم شراو واحد الكلون اللي ماشي عادي، كلون مسطي، وباين غير من الفيديو اللي غادي تشوف دابا بلا راهم في خطر كبير بزاف. اما اليوتيوبر الثاني قال لهم ما عرفتوا والو، هاد خونا بينه وبين الموت شعره وحده بسيط. كويو بيترسون القناه ديالو واصله لاكثر من 20 مليون سبسكرايب، دوله على قده. هذا المحتوى ديالو داير بحال داكشي تاع ناسيونال جغرافيك، البريه وداكشي، غير هو زايد نغزه بزاف. في كل فيديو تيلوح لازم عليه انه يخلي شي حشره تعضو ويعرض راسو للموت، الا انه هو غالبا ما تيكونش بوحدو، يعني مع اطباء اخصائيين اللي تيدكوا ليه برا في البلاصه معاك كتعضو شي حاجه. يعني لهاد الدرجه واصله الخطوره ديال الفيديوهات اللي تيقدم هاد خونا، راه مسطي بزاف، ولكن ما يتقارنش مع اليوتيوبر الاول اللي هو ستاج الوحش. قال لهم ما عرفتوا حتى شي حاجه. سميت هاد اليوتيوبر مارك روبرت، في العمر ديالو 42 عام، هو مهندس ومخترع امريكي. القناه ديالو واصله لاكثر من 24 مليون سبسكرايب، كندويو على انه من اشهر اليوتيوبرز في الامريكان. كل فيديو كيلاحظ الصات الا وكيضرب الملايين ديال المشاهدات وتيتبارطاج على واحد النطاق واسع. المحتوى اللي تيقدم باختصار هو اختراع الات باش يدير فيديوهات، الا انه هو تيبغي يزيد الملحه شويه وتيبغي يجرب هادوك الالات في بلايص اللي خطيره بزاف. فواحد المره وفي واحد الفيديو اللي عادي بزاف ما كايناش شي خطوره اللي كتير، صنع واحد القفص بيدو باش يدخل به لواحد البحر، ماشي اي بحر عادي، واحد البحر اللي معروف عليه انه فيه اسماك القرش بزاف، ودخل ليه بوحدو واللي تجمعوا عليه عشرات القروش. وكون كان شي غلط غير صغير كان هاد خونا غادي يوقع عليه داكشي اللي وقع للسائح الروسي في مصر. دابا السؤال، انت ولا انت اللي كتفرج في هذا الفيديو، واش في نظركم انه خاصكم تعرضوا راسكم للخطر باش ديروا محتوى؟ الجواب ديالك تنتسناه في التعليق، اولا طاقي داك عشيرك اللي حمق غير هو ما عندوش قناه وما قادرش انه يدير هاد المغامرات هادو.